مساء الورد. أحمد السيد يحييكم. هنتكلم في الفيديو بتاع النهاردة بتاريخ يوم السبت 16 نوفمبر 2024. طبعا عن آخر الأحداث في الساحة الرياضية. كان أبرزها فوز أستاذ هاني أبو ريدة بالتزكية رئيسا لاتحاد الكرة المصري. طبعا كل التوفيق لأستاذ هاني أبو ريدة، وألف مليون مبروك، وإن شاء الله مزيد من التقدم للكرة المصرية على كافة المستويات. إن شاء الله يعني بفضل ربنا سبحانه وتعالى وبمجهود حضرتك. أستاذ هاني أبو ريدة كان يعني ليه خبرة ما شاء الله وباع كبير في اتحاد الكرة، يعني في اتحاد الكرة الدولي. كان ليه باع يعني عنده خبرات كتيرة جدا تؤهله ان شاء الله. يعني هو كان شغال في الاتحاد الدولي، اتحاد الكرة الدولي. الخبرات اللي عنده تؤهله بإذن الله يعني إضافة مزيد من التقدم لكرة القدم المصرية زي ما قلت على كافة المستويات. منتخبنا الوطني الأول المصري تعادل مع فريق كاف فيردي أو الراس الأخضر خارج الديار بنتيجة 1-1. يعني الماتش كان بالبودلة. قدر العميد كابتن حسام حسن يعني يخرج بالمباراة لبر الأمان. في لقاء تاني هنلعب إن شاء الله يوم 19 نوفمبر مع فريق بوتسوانا، واحنا خلاص ضمننا الحمد لله التأهل لكأس الأمم الأفريقية في المغرب 2025. النقطة التانية اللي عايز اتكلم عليها بكرة ان شاء الله منتخب الناشئين، منتخب مصر الوطني تحت 20 سنة هيلاعب فريق الجزائر. احنا خسرنا من المغرب 2-1. مش عايز برضو يعني على السوشيال ميديا انتشر يعني كلمة عقدة المغرب، او يعني مش عقدة، يعني هو بتبقى سنين فرق كعبها عالي على فرق، والعكس، والايام دول يعني. فان شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا بكره، منتخب الناشئين في مباراته امام منتخب الجزائر القوي. ان شاء الله بكره هنحقق المكسب ان شاء الله باذن الله. ده يساعدنا ان احنا نصعد كاس الامم الافريقيه. قلنا يعني يا ريت النقد يكون بناء، ما يكونش نقد هادم. تالت نقطة حابب اتكلم فيها، ألف مليون سلام على قمح. ان شاء الله هو عمل عمليه في ظهره، ان شاء الله يقوم بألف مليون سلامه باذن الله قريب. دعواتكم ليه، وان شاء الله يرجع ينور في المدرجات وينورنا تاني على السوشيال ميديا. نقطه رقم 4 اللي عايز اتكلم فيها، يعني يا ريت زي ما اتكلمنا قبل كده عن نبذ التعصب في كرة القدم او في الرياضة بشكل عام. نادي الاهلي الفريق السيدات كسب فريق الجونة 11-0، وما شاء الله اللعيبه حبيبه عصام تألقت ما شاء الله في اللقاء. اللي انا بقى عايز اقوله نبذ التعصب، يعني نبذ التعصب يعني بلاش يا جماعه يعني الافيه يكون لحظي. يعني بلاش اللي هو ايه التحفيل، ويعني يا كرة قدم، ويعني خلي الروح الرياضيه في الرياضه هي السائده. لما الروح الرياضيه بتكون سائده في الرياضه بنحقق نجاحات على المستوى الدولي. يعني نشوف مثلا اوروبا تلاقي الدوري الاسباني او تلاقي منتخب اسبانيا قوي جدا. لما يكون في تعصب في الدوري الانجليزي او اي دوري تلاقي المنتخب مستواه بيقل. فبرضو على يعني على غرار كرة القدم للسيدات طبعا نتيجة كبيرة بس عادي. يعني 11-0 رقم في كرة القدم، ولكن بلاش التحفيل. يعني خلاص ماتش وانتهى وعدى. يعني طبعا فريق النادي الاهلي فريق ما شاء الله قوي للسيدات، وده قلنا لما يعني بيتم تدعيم كرة القدم للسيدات ده بيخدم مصلحة منتخبنا الوطني المصري الأول لكرة القدم للسيدات. يعني كل ما الدوري يبقى قوي كل ده بيساعد المنتخب الوطني، سواء لكرة القدم في الرجال أو كرة القدم النسائية. ان شاء الله انتظروني في فيديوهات باذن الله جايه كتير هنتكلم فيها على الكوره والرياضه، المحتوى الرياضي. وان شاء الله هنزل لكم بوست باذن الله او فيديو عن اخر تطورات
يعني الاستثمار العقاري او العقارات بشكل عام. هتكلم على العقار في اسكندريه، محافظه اسكندريه على وجه الخصوص، وايه اخر التطورات اللي تمت في تراخيص البناء والتعليه. هيكون ان شاء الله فيديو مستقل بيها باذن الله. شكرا.